واحد يقول يا ابونا انا اخدت قرار الهجره. يا ابني قرار الهجره وقرار الجواز من اكثر القرارات المهمه في حياتك. انت خدته كده من غير ما ترجع لربنا، من غير ما تصلي، من غير ما تحط 3 أيام صوم من اجل هذا القرار المصيري، من غير ما تقول له يا رب مش مهم الشغل اللي هناك، المهم ولادي ما يضيعوش الجيل التاني والجيل التالت والحضارة اللي هناك تاكلهم وينسوك وينسوا الكنيسة. بنفرح قوي، يقول لك الحمد لله نشكر ربنا يا ابونا، عاوزين نعمل تمجيد للملاك ميخائيل ان ابني جات له الفيزا لامريكا خلاص. وممكن يروح ويضيع، وممكن يروح ويتجوز واحدة مش مسيحية من اساسه. فاحنا بنفرح بايه وبنزعل من ايه؟ المهم ان انا اكون واخد رايه، لان ما ينفعش بلاش زوجتي. تصوروا مثلا انا معايا 20 كاهن في الكنيسه، وقررت كده ربنا بعت لي فلوس فقلت اعمل مفاجاه، رحت مغير كل الموكيت وكل الستاير دي، والاباء دخلوا وقلت لهم ايه رايكم في الجديد؟ مبروك، تعيشوا تجدد. ايه انتوا مش مبسوطين ولا ليه؟ ليه ما قلت لناش يا ابونا؟ طب انت جبت الحاجات دي بكام؟ جبت جنيه. طب ايه رايك ان في واحد عندنا بيعترف عندي انا كان ممكن يجيبها لنا بنص الثمن ده؟ واحد تاني يقول لي يا ابونا مش الفلوس دي كنا اولى بيها نهد الحيطه ونبيها الميله دي؟ واحد تاني يقول مش كان اولى بيها نعمل دكك في فصول مدارس الاحد؟ فاحس ان انا اتسرعت وعملت غلط، بالرغم ان انا عملت خير، لكن عشان ما خدتش مشوره ابائي بقيت في نظرهم كاهن منفرد بيتصرف لوحده. صح، حتى لو كان خير، صح ولا لا؟ عشان كده قلت لكم هي هتفرح ولا مش هتفرح، ولا هتفرح ومكبوسه؟ خليكم بس معايا. ليه؟ لان هي حست ان انا متجاهلها. الله يحس بكده. ازاي احنا نتجاهله وهو ضابط الكل؟ ازاي نتجاهله وهو شايف اللي احنا مش شايفينه؟ ازاي انا ادعي ان انا بحبه وما حطهوش في قراراتي اللي انا باخدها في حياتي؟